أحد الأفلام اللي أنا شايف إن هو كان واحد من أجمل الأفلام في السينما المصرية وما خدش حقه، كان فيلم المهاجر ليوسف يوسف شاهين. شاهين. الفيلم ده كانت العقبة بيني وبينه هي لغته. دميانة هنشوفها في رمضان أتمنى إن شاء الله إن هي تلحق رمضان الجاي. 2025 ولا لا 2026؟ 26 إن شاء الله. بعتقد إن أكتر حاجة حببتني في التاريخ هي الآثار. أنا شايف الرواية التاريخية أصعب أو مرحلة أصعب من كده، لأنها تستلزم أولا معايشة، فهم، قراءة كبيرة جدا، وتكوين رؤية. أنا ليه برجع للتاريخ؟ أنا بيبقى في عندي مسؤوليات دي بتتحط، يعني مثلا عندي في اليوم ده في محاضرة في الجامعة، عندي يوم لستة عمليات، كل يوم عندي بالليل في عيادة بتبقى موجودة. يعني أنت مش من مدرسة أديبنا الكبير نجيب محفوظ اللي كان بيخصص ساعات محددة كل يوم هذه وكده. رفاهية لا أعتقد أن كتاب هذه الأيام يملكوها. لا يملكوها إطلاقا. آه. يعني إحنا لا نملك هذه الرفاهية. أنا ما أخدتش قبل كده ولا ورشة كتابة، ما أخدتش قبل كده ولا حضرت ولا قريت كتابة كيف تكتب رواية ولا كيف والله. تكتب قصة قصيرة. أنا أريد أن أثير فكره، لا أريد أن أثير حيرته.